وهذه الوقفه هذه وقفه الشعار ديالنا الله الوطن الملك، ليس ضد الدوله، ليس ضد المؤسسات، نعم للقضاء المغربي. واخا يوسف مجموعه من تطورات يوسف الان امام يعني المحكمه. هذه القضيه في نظرك ما كتشوفش انها اخذت مجموعه من الابعاد يعني اللي الامور معروضه امام القضاء؟ شنو ممكن تقول يعني؟ اللي بغيت نقول هو انه كاين واحد المجموعه ديال اليوتيوبر اخوتي تيثقوا بيا انهم تيطلعوا لاصنص على المسؤولين، مثلا تيحطوا الصوره ديال السيد داكي او تيحطوا الصوره ديال السيد رئيس ديال القضاء السي عبد النبوي ويبداو يضربوا عليه. انا كمغربي كانت مغربي تتشوف انه واحد المسؤول كبير غادي حط صورته غادي ندخل نشوف هادشي كامل من اجل الارباح في لاصنص، ولكن هو راه ما تيعرفش بانه راه تيخسر الصوره ديال المؤسسه. واليوم حنا كقنوات وكصحافه نازيين، كاينين صحافه نازيين اللي مستقلين. بغيت نعرف واحد الحاجه، هاد الصحافه هادو اللي تنحترمهم وكلشي عارف انه يوسف الزروالي تيحترم الصحافه المغربيه، ماشي تنقولها كلشي عارفها. شحال من صحافي تعاونت معاه، شحال من صحافي لقيته مسكين يتعرض للاعتداء ووقفت معاه في الشوارع. هذا عبد ربي وكما تنقولش لانه هاد الناس مساكن تيوصلوا الصوت. اذا الصحافي واش خصو يكون محايد ولا يكون اذا كاينين شي وحدين اللي شادين فلوس باش يطيحوا في سعاد مسكينه؟ علاش؟ حيت اذا كيفاش تنشوفوا مرت هذا الاب، هاد مرت الاب هذا شاده بنات قصيرات يضربوا في امها تتقول قولها العاهره. حنا مغاربه تبغي تسب امك في المواقع. اذا حنا وقفنا هاد الظاهره وانتصرنا، ودابا وقفنا هاد القنوات اللي تيضربوا في القضاء وبغينا نبينوا للعالم اقسم بالله بلا حتى شي حاجه لاننا قضاء نازه وخصنا نفتخروا بهم ونحييهم، لانه اعلى سلطات في القضاء هو سيدنا الله ينصرو. واليوم تنشوفوا عندنا قضاء نازه. ومؤخرا عاد نصف واحد بنت الشعب اللي خرجت سميتها خوت هاجر ولا ما عرفت سميتها، ذكروني لك اسم الاخت اللي حيد ولا الوريد ولا ما نعرف، راه خرجت فرحانه واحد بنت الشعب ودارت رساله لسيدنا ودارت رساله للقضاء ونصفها. الحمد لله كون ما كانش القضاء غادي تكون غابه في البلاد. يوسف غير هو المجرمين والنصابه والشفاره ما باغيش القضاء لانه تيحكم عليهم. يوسف علاش بالضبط تيقولوا اليوم خرجتوا انتم انكم تساندوا سعاد بالضبط هذا الملف هذا من اجل الباس؟ تيقولوا انكم بالضبط علاش خرجتوا في هذا الملف انكم تساندوا سعاد من اجل الباس؟ علاش بالضبط هي؟ خويا العزيز حنا شنو هو البوز بعدا؟ هي مرا مظلومه داخلها معاه. شنو هو البوز؟ هادشي الناس اللي شنو هو البوز بعدا؟ البوز واش وانا رحنا طبنا في الشهره. حنا ما تيهمناش البوز، حنا تيهمنا الام الحنينه هذيك. حنا المغاربه راه تتكون ام غاده في الطريق وتيوقفها تيقول لها راه الوالده ديك الخبز، راه الوالده نهز عليك. شوف المصطلح باش يهضر الشعب. هذيك راه ام جابتها مرت اب حرتات بناتها اللي رباتهم تقول لهم ضربوا في امكم باش ديروا البوز. اما حنا ما نضروش البوز على والدينا. يوسف حنا تنسبوا وتنتعايروا ونجيبوها لوالدينا. يوسف هي الام. يوسف بغض النظر اخويا انا كنعرفك يوسف الزروالي، كنعرفك رئيس الجمعيه الملكيه المغربيه للمغاربه اوروبا، كنعرفك فاعل جمعوي يعني منذ سنوات. ربما مجموعه من المواطنين ما كيوجهوش السؤال ليوسف الزروالي بالضبط، ولكن مجموعه كيقول بزاف ديال الناس هي انتم جيتوا اليوم كتضامنوا مع السيده ضد حقوق الوالدين، كتضامنوا مع القضاء، ولكن كيقول لك مجموعه من المواطنين انهم كيجيو اليوم لهنايا ماشي من اجل انهم يتفاوضوا القضاء فقط، باش انهم يطلعوا القنوات ديالهم وخير ذلك كيقول لك ملي كنكونوا واقفين كلهم جابدين تليفوناتهم كلهم كيصوروا. يعني واش تضامن باش انني نتضامن مع القضاء ولا باش انا نضرب لايف في يوتيوب ونطلع الادسنس؟ حتى يوسف كنسول يوسف انا عندي قناه فيها 1,300,000 ما دايرش منها، داير من القناه الثانيه. انا ما تيهمنيش. اختي خلي يوسف خليه هو يجاوب. لاحظك خليه يجاوب. حنا ما تيهمناش حنا ما تيهمناش لاصنص. اول حاجه حنا تيهمنا اللي تنعرضوا ظهرنا. بلاتي دابا انا عندي قناه فيها 1,000,000 ياك وديما طالعه. اذا علاش بداني نتحارب مع اعداء ويسبوا لي مرتي ويسبوا لي امي ويسبوا لي كذا؟ ولكن تيهمني بلادي وما يجيش موسخ ويقول لنا ملك فاشل ويقول لنا القضاء يعطي الاحكام فوق النساء، لانه القضاء هو بانا. حنا عندنا الغيره على بلادنا. الناس كاملين جايين راه خاسرين فلوسهم في الترام، وكاين اللي مازال ما فاطر، وكاين مسكين سامحه في ولاده وجايه باش تقول عاش القضاء. وهذا شرف القنوات كاملين يديروا باش العالم يعرف بانه حنا قنوات يوتيوب كجمعيات. ولكن كاين مجموعه من القضايا خا يوسف، كاين مجموعه من القضايا اللي كاينه في الزناقي عطاه الله ما يدار. علاش بالضبط هذه القضيه اللي فيها يوسف الزروالي في الجراء علاش بالضبط هي اللي خاصها الصدى هذا؟ يوسف الزروالي حيت يوسف الزروالي تبع واحد الناس بزاف مساكن باغيين يطيحوني. علاش؟ لانه الصوره
غير نقول لك الحق كريم. نعم اخويا. ملي تجي انت وتقول مدينه فاس مدينه الامن والامان، ولا تقول حنا ما تنهضروا على فاس وعندنا مسؤولين شرفاء، وواحد تيبغي يخسر الصوره ديال المسؤولين، شكون يبقى العدو ديالو؟ هو الزرواري. خص الزرواري يحيدوه، لانه الزرواري تيكونوا دايسين يقول لهم شوفوا على التطوار شحال زوين، شوفوا على الجبل ديال بلادنا، هما لا خصهم يبينوا المغرب غابه. نعطيك مثال، النهار اللي حطوا واحد الفيديو ديال واحد قطعوا له ودنيه وقطعوا له صباعه وهو في امريكا اللاتينيه وحيدوا له الصوت وفبراوكاوه ديال المغرب، ودار ضجه والناس خافوا وقال ما عاودش نضنا حنا كقنوات تنقول لهم هذا الفيديو راه ماشي في المغرب، الفيديو امريكا اللاتينيه وجبنا لهم الصوت الحقيقي. اذا هنا الدور ديال الجمعيات اللي تيغيروا على الوطن والدور ديال القنوات. اذا كلشي تيقول المغرب تيحيدوا له دنيتي، اذا كاين القنوات تيديروا واحد الدور كبير. دابا مثلا تيطلع واحد تيقول لهم والله لا التعفن في البراجات ديال المغرب كلهم رشاوي، ياك اسي كريم. تيطلع واحد تيقول لهم لا ما كاينش هذا الشيء، عندنا امن، جالس مسكين في الحراره، حنا في البحر هو جالس في الرومبوان، عندنا امن. اذا الاخر تيقول اذا كون خليناهم يهضروا غادي يشتوا المغرب وغادي يوسخوا له السمعه ديالو اللي مسؤولين تيخدموا باش يضمنوا لنا الامن والامان. بالله عليك الكريم والصحابه، شكون اللي تيدخل علينا الدار ويجريسينا وتيطلعوا قنوات تنقولوا وكاين الكريساز وتيهجموا في الديور؟ عمرو هجموا علينا؟ اذا ما نكذبوش على بلادنا وما نساوش الخير ديال الوطن ديالنا وما نساوش فين كبرنا وفين تربينا وفين لعبنا. اما البلاد ما تيرزقش، اللي تيرزق هو الله. اللي تيستنى الملك يعطيه فهو فاشل. الملك انسان بحالنا بحالو، هو فضل الله علينا وامرنا باش نطيعوه، ولكن شكون هو ملك الملوك؟ هو الله، هو اللي تيرزق. اما انا ما ندعيش انسان بحالي، انا نتلاقى الملك ديالي ونقول له اعطيني الرضا لان انت الاب الروحي ديالي. ولكن ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى هب نداء في فمي وفي دمها وكثر نورنا. اخوتي هيا للعلا سعيا ننشد الدنيا ان هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك في قز حاره. مؤسسات والملك صاحب الجلاله نصر الله دار لنا القضاء ودار لنا المؤسسات اللي كيسهروا على الامن والامان والاستقرار في المملكه المغربيه. والله ينصر لنا الملك ديالنا، والله يجعل ربي الشافي وعطاه شي صحه جديده وبغينا نعرفوا هذا السيد من يحيى. هذا رئيس الجمعيه اللي هو داير هذه الوقفه تضامنيه مع القضاء، كيضرب في القضاء المغربي، وحنا كنطالبوا من النيابه العامه تستدعينا وعندنا ما يوفي بالصوت والصوره. ربما النيابه العامه ما شافتش هاد الفيديوهات باش تتفاعل معاهم. حنا هذا السيد اللي كيقول لك كيدافع على المراه المغربيه